من الحاجات الخطيرة اللي أنا متأكد إنها مأثرة على سعادتك وراحتك النفسية هي الشخصيات المشهورة على السوشيال ميديا، المودلز يعني. يعني أنت لو راجل مثلا، ممكن تكون متابع مثلا مغنية فلانية، ممثلة فلانية، واحدة عارضة أزياء مثلا فلانية، موديل يعني زي ما بيسموها، واحدة بتنزل صورها وهي يعني ما فيهاش غلطة. تمام، من وجهة نظر، يعني من وجهة نظرك انت كراجل، والناس يعني اذواق بقى، يعني اللي انت شايفه ما فيهوش غلطة انا شايفه فيه غلطة، واللي انا شايفه ما فيهوش غلطة انت شايفه فيه غلطات، وهكذا يعني. بس الخلاصة ان انت ممكن تكون متابع بعض الناس كراجل، يعني متابع بعض النساء اللي هم بيسموهم موديلز يعني، وانت شايف ان ما فيهاش غلطة، فهي ديت يعني ده الرول موديل بالنسبة لك يعني، اللي انت شايفه اللي ما فيهوش غلطة، ده الصورة المثالية للأنثى من وجهة نظرك. المشكلة في النموذج اللي انت شايفه ده ان انت لا تقدر على وصله في الحلال. حلو كده. وفي نفس الوقت مش عارف تنساه، في نفس الوقت انت بتقارن اي حاجة في حياتك بيه. فلو انت راجل متجوز مثلا او هتتجوز، انت لا ارادي كده هتقارن زوجتك بالموديل اللي انت شايفه ده، والموديل اللي انت شايفه ده انت شايفه بعد التعديل. تمام، انت ما انت شايف عيوبه، ولنفرض ان هو فعلا بيظهر لك بصورته الحقيقية. الناس كلها مش كده، الناس مختلفة والناس درجات، فانت علشان تكون راضي بالحاجة اللي عندك لابد ما تشوفش الحاجة التانية دي. عشان كده تيجي هنا فايدة غض البصر. والكلام ده يا جماعة مش للرجالة بس، للبنات برضو. بالعكس، ده عند البنات أشد وأشد، لأن تعلق البنت بيبقى أشد بكتير من تعلق الراجل. حلو كده. يعني مثلا ان واحده تكون متابعه مثلا شخص فلاني، واحد مثلا شخصيه مشهوره، يعني ممثل، مغني، او اي حاجه، يعني دلوقتي ما بقاش شرط، يعني يوتيوبر مشهور، واحد يعني عنده فولورز كتير على الفيسبوك، يعني ايا كان، متابعه واحد وبينزل صوره طبعا، وهي بالنسبه لها دي برضو ده النموذج الكامل للرجل. حلو، اللي ما فيهوش غلطه، فبالتالي هي بتقارن اي حاجه في حياتها بالنموذج ده. واضح الكلام؟ فالمشكله ما بتبقاش راضيه رضا تام، ولا سعيده سعاده تامه بالحاجه اللي عندها. فلو هي برضه متجوزة، هي بتقارن جوزها اللي هي عاشت معاه وشافت كل عيوبه بالراجل اللي هي ما بتشوفش عيوبه، ده الراجل اللي هو يعني الكامل من وجهة نظرها، فبالتالي ما بتعيش سعيدة. طيب خلاص، ما تتجوزوا؟ طبعا لا، مش هينفع ليه؟ لأن الشخصية المشهورة ده أصلا هو ده، يعني هو دي طريقة حياته، إن هو عايز يبهر أكبر عدد ممكن من الناس. هو بينال سعادته وراحته بإبهار عدد كبير من الناس، بإن هو لايكات وكومنتات وثناء على شكله وثناء مش عارف على إيه، وخصوصا من البنات. دي طبيعة البشر يا جماعة، يعني هو كراجل هو مستني يعني الثناء ده من البنت. وبرضه وبالعكس، البنت اللي بتنزل صورها الموديل ديت هي برضه مستنية الثناء عليها غالبا من الرجالة. هي دي طبيعة البشر، دي طبيعة البشر، ربنا خلق البشر عليها يعني. واضح الكلام؟ الحوار ده بقى بيسبب مشاكل نفسية ضخمة جدا. ليه؟ لأن هو الصورة الطبيعية لحياة البشر إن واحد بيتجوز واحدة في الحلال وبيبقى راضي بيها ومش شايف غيرها. المفروض الطبيعي ان بقيه النساء محتجبات وهو بيغض بصره، فبالتالي هو ده النموذج النسائي الكامل من وجهة نظره، فهيبقى في غاية السعادة. ليه؟ خلاص هو مش ما عندوش تطلعات اكتر من كده، الحاجة اللي عنده هو راضي بيها جدا لانه مش شايف غيرها. عشان كده النصيحة العظيمة جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ده أحسن لك، ده أنفع لك، ده أكثر بركة لك في حياتك، في دنياك وفي أخراك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يبقى المؤمن هيغض بصره، هيحفظ فرجه، لأن ده أزكى له، ده هيزكي نفسه، ده هيطيب حياته. حلو كده، ده هيخليه يعيش في راحة نفسية وسعادة أبدية بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى قال في الآية اللي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى خد بالك، الأمر للرجالة يغض بصرهم عن النساء، وللنساء يغض بصرهم عن الرجال. والشخصيات المشهورة على السوشيال ميديا، البابليك فيجرز، أكبر عدو لهذه الآية. حلو كده، أكبر حاجة بتعطل الإنسان المؤمن أو المسلم عن امتثال هذه الآية هو موضوع البابليك فيجرز، وإن هو
يكون موديل وبينزل صوره وبينزل حياته، وهي نفس الكلام تكون موديل تنزل صورها وحياتها، وفي بقى آلاف البشر وملايين البشر اللي متعلقين بالناس دي. تمام كده؟ فربنا قال للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولأن المرأة يا جماعة زينة، المرأة ده حاجة غالية جدا وحاجة جميلة جدا، زينة، هي في نفسها زينة، هي فطرتها كده وهي عارفة كده. تمام كده؟ هي بتتعامل على أساس كده. واضح الكلام؟ ربنا زود عليها أمر كمان في الحتة دي، قال إيه؟ ولا يبدين زينتهن إلا، يعني تبدي زينتها للمحارم بس، في استثناءات. حلو كده؟ لكن في الطبيعي لا تبدي زينتها، هي زينة أصلا. تمام كده؟ المرأة بتحب التزين، هي فطرت على ذلك. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هو المرأة يعني. فبالتالي زاد عليها أمر كمان إنها لا يجوز لها إنها تبدي زينتها. يبقى تخيل لو الدنيا كلها كده، هتلاقي كمية سعادة وراحة بال رهيبة. لأن أنا مثلا يعني ما بشوفش بنات غير زوجتي او اختي وامي، فبالتالي دول النموذج الكامل بالنسبه لي. ما بشوفش زينه حد تاني، فبالتالي ما عنديش تطلعات. احنا مشكله، احنا يعني في زماننا نسب الاكتئاب بقى عاليه، والحزن وعدم الراحه وعدم السعاده بسبب الحوار ده، بسبب التطلعات الخياليه في كل حاجه. بس احنا النهارده بنتكلم على موضوع التطلعات في الجنس الاخر. يعني انت يعني زوجتك تحب تكون عامله ازاي؟ تحب زي المودلز اللي انت شفتهم. والمشكله ان يعني اغلبهم حاجات فيك. واضح الكلام؟ مش حقيقيه. يعني ده كله بعد تعديلات الصور والفلاتر والمونتاج والايديتنج وبتاع. واضح الكلام؟ مش ده الطبيعي. خلاص، انت بقى بتقارن بقى الصوره ديت بالصوره الطبيعيه الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى اباحها لك، فبالتالي ما بتستريحش، ما بتبقاش مستريح يعني. فيعني احنا عايزين نقلل تعلقنا بالبابليك فيجرز. لو انت راجل، اياك تكون متابع واحده ايا كانت هي ايه ومتعلق بيها. لازم تقطع بقى الموضوع ده على طول، سكينه واقطع، تكملش على طول، انفولو لكل البنات اللي انت بتسمعهم. نفس الكلام لو انت واحده ومتابعه رجاله مشهورين ومش عارف ايه، ومتابعه حياتهم ومعجبه بشكله واسلوبه ايا كان. ممكن يكون ده حد على السوشيال ميديا، ممكن يكون حد قريب منك مثلا في السكن او حاجه زي كده. لازم تقطعي ده كله برضه. والتحذير هنا للبنات اشد، لان تعلق البنت بيبقى كبير جدا يعني بالمقارنه بتعلق الراجل يعني. واضح الكلام؟ فناخد بالنا قوي من الموضوع ده. خلاص، انت شوف انت متابع مين، شوف مين اللي مؤثر في حياتك ومتعلق بيه تعلق شخصي وتعلق نفسي وتعلق يعني عاطفي، والغي التعلق ده ووفر التعلق ده للحلال بس. فلو انت عملت كده هتستريح راحة جميلة جدا. ولو انت عملت كده هتبقي في قمة السعادة، لانك ما انتش شايفة غير زوجك، مش شايفة غير ابوكي. ده النموذج الكامل بالنسبة لك. وانت بقى في الشارع غض بصرك، فمش هتشوفي برضو غير محارمك. وانت في الشارع برضو غض بصرك. تمام كده؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. واضح الكلام؟ يعني ممكن نلخص بقى حوار تعلقنا بالشخصيات المشهورة على السوشيال ميديا، التعلق العاطفي وكده، بالبيت الجميل جدا اللي بيقول رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، يعني اللي انت شايفه ده انت مش قادر عليه. يعني الواحدة المشهورة ديت انت لا تقدر على وصلها في الحلال، والواحد المشهور ده انت مش هتقدري توصلي له في الحلال، ودي حاجة معروفة. خلاص، الواحد بيتعب نفسه ليه؟ يعني هو ايه غاية التعلق؟ الوصل. حلو ان احنا نبقى مع بعض يعني، وده مش هيحصل مع الشخصية دي، فخلاص بتابعه ليه؟ خلاص بعلق نفسي بيه ليه؟ تمام كده؟ رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، طيب ولا عن بعضه أنت صابر. ما أنتش صابر يعني يعني إيه؟ عندك شوق للقائه، عندك شوق إنك تشوفه وتشوف صوره دايما وتشوف حياته ومش عارف إيه. طيب ليه؟ ليه الواحد يحط نفسه؟ ليه الواحد يأذي نفسه بنفسه؟ تمام؟ الواحد يا جماعة احنا عايزين نحافظ على عواطفنا، نحافظ على علاقاتنا. أي علاقة من النوعية دي لازم توقفها فورا، وأي علاقة من النوعية دي لازم توقفيها فورا عشان نستريح نفسيا ونكون راضيين ونكون سعداء
برضا ربنا سبحانه وتعالى علينا. السلام عليكم.